شفنا مع بعض في الفترة الأخيرة مجموعة فيديوهات بقى الريف البريطاني والبيوت اللي شكلها جميل وحدائق وترتيب ممتاز جدا. ولكن برضه عاوز أوريكم بيوت الناس اللي ممكن تكون تحت الدخل المتوسط. البيوت اللي موجودة قدامكم ديت كل البيبان مرصوصة رص جنب بعض، لا في جناين ولا في جراشات ولا في أي حاجة. تحس إن هو مجمع سكني، والبيوت ديت هنا في بريطانيا بيسموها كونسل هاوسز، أو اللي بتبنيها الحكومة عشان تديها للناس محدودي الدخل، اللي ما عندهمش دخل، اللي عايشين مثلا في مشكلة، اللي ممكن يكون دخل السجن وطلع. هتلاقي بص البيوت بقى ايه، تفاصيلها غير اللي انت شفتها في الريف خالص. كده بيوت ممكن تكون شوية متهالكة، بتكون مش معظمها طوب، بيكون معظمها بتكون حاجات كده. الحكومة بتحاول توفر على قد ما تقدر في المباني ديت عشان ترص جنب بعض. وهتلاحظ ان كل البيوت واخدة شكل واحد. على فكرة ده مجمع كبير جدا جدا جدا، بيوت 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 جنب بعض. هتلاقيها معظمها مبني من الخشب زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك. مفيش بقى طوب، مفيش جناين، لا. حكومة بتبني كده مبنى وبتحاول تعمله بقى كله خشب بالمنظر اللي انت شايفه دوت. السقالات موجودة شكلها حديد قدامك، وكل باب ابيض من ده يعتبر بيت ناس مرصوصين جنب بعض. هتقولي مين اللي بيسكن في المنطقة دي يا رامي؟ زي ما قلت لك، واحد مثلا ست مثلا بقت حامل وجوزها مش موجود، ما عندهاش دخل، مع عيل صغير تسكن هنا. واحد دخل السجن وطلع، واحد مش لاقي شغل، واحد عنده إعاقة، واحد عنده مشكلة، واحد عنده مش عارف ايه، واحد جاي وما عندوش سكن. فبتلاقي المنطقة دي منطقة ما هياش احسن حاجة، الناس اللي ساكنة فيها مش احسن حاجة، لان انت شايف البيبان مرصوصة ازاي وكله خشب. فممكن ربنا يكرمك بجار بقى، يعني يشغل لك بقى حاجات، ممكن تلاقيه بيشرب مثلا حاجات مش كويسة. فطبعا بتبقى السكن في المناطق اللي زي دي بتبقى صعب جدا. ده غير بقى مفيش بقى حدائق، مفيش بقى جراشات، مفيش باركينج، مفيش مش عارف ايه، لا هتلاقيها عبارة عن أزقة كده. تقدر بقى كل باب خشب من دول يدخلك على حاجة. فمرصوصين جنب بعض، مفيش بقى حاجة اسمها خصوصية والبيت ده منفصل عن البيت ده، لا. ده ابص البيوت عاملة ازاي، كل مش ده مش بيت واحد، ده ممكن يبقوا خمسة ستة في منطقة واحدة، وتطلع بقى منها تخش في حتة تاني. وممكن مثلا لو انت شايل حاجة بقى عشان توصل لبيتك، او ممكن تمشي مسافة زي اللي انا ماشيها ديت، لان مفيش مجال ان انت تخش بعربيتك في الاماكن زي. هتلاحظ برضو النظافة في الارض والشجر ما هياش احسن حاجة، لان زي ما قلت لكم الناس اللي ساكنين هنا يعتبروا ناس ما بيهتموش بحاجة. ده حاجة الاولانية. تاني حاجة، عشان هي بيوت الحكومة بص كلها خشب، انت متخيل مبنى خشبي؟ حكومة بقى بتوفر، ما هي البيوت دي صحابها ما بيمتلكهاش، هو جاي يقعد فيها فترة. فبرضه هتلاقيه هو مش مهتم فيها اصلا، ان هو عارف ان هي فترة والبيت ده هيرجع للحكومة او ممكن ينقلوه في بيت تاني. فبتلاقيه مش مهتمين باي حاجة. كل المبنى اللي قدامك ده عبارة عن مبنى تابع للحكومة. على فكرة العملية اللي انت بتشوفها دي هي عملية ترميم، والناس اللي شغاله ديت بيرمموا البيوت دي من اول وجديد. وده راجع لان هي بقى لها فتره الناس ديت ساكنه فيها ما بيهتموش بيها خالص، فحصل فيها عمليه تهالك بشكل كبير جدا. فالحكومه بترجع تعمل لها عمليه ترميم عشان تعرف تديها للناس مره تاني. طب الناس اللي بتسكن هنا ممكن ينقلوها يودوا، انت طالما انت قاعد تبع الحكومه ممكن الحكومه تيجي تقول لك اطلع من هنا روح المنطقه دي، او اطلع من المنطقه دي روح هنا. في الغالب ما بيحصلش كتير، ولكن هو ده اللي بيحصل. وده شكلها طبعا بعد ما الحكومة بتخلص فيها شكل. هو المبنى ممكن بعد التشطيب بيبان من بره شكله حلو، ولكن زي ما قلت لكم من جوه هي بيوت طبعا. لما تروح تشتريها من حد او تاخدها من حد او تروح تسكن ورا حد، بتبقى بيوت متهالكه من جوه، لان زي ما قلت لكم اللي قاعد فيها بيبقى فارمها فرم كبير جدا. وزي ما انتم شفتوا الرقم ده من 41 ل 45، دول 5 بيوت جنب بعض. وده بيبقى شكلها، وتقدر بقى تخش من الأزقة. شايفين الشارع فين لو تاخد بالك؟ العربيات اللي كانت ماشية. فطبعا بتبقى حتت، طبعا الناس اللي ساكنين فيها زي ما قلت مش قد كده. انا بس حبيت اشارك معاكم زي ما شفنا الريف وشفنا جماله. برضو في مناطق كتير في بريطانيا زي اللي انتوا شايفينها ديت، هتلاقي بقى الشوارع والبيوت والناس وكل حاجة مختلفة عن اللي احنا شفناها. اتمنى ان تكونوا اتبسطتوا، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.